ايه يا نودي؟ ازيك يا مامي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عارفه الفيديو ده عن ايه؟ ايه؟ عن روتينك ليله الامتحان. نسيت احنا عندنا امتحان بكره. اصلا انت نسيتي ان عندك امتحان؟ امال انت بتعملي ايه؟ لا بذاكر. بتذاكري؟ اه. وريني كده. لا وريني، انا مش بهزر. اصلا وريني ايه ده؟ بلعب تلعبي ايه؟ حاجه في روبلوكس. روبلوكس؟ الامتحان لا بكره. بص انت ها. لعبه في روبلوكس educational. educational، بتعلم، والامتحان بكره طبعا ليه علاقه بروبلوكس صح؟ طب انت اصلا عارفه الامتحان بكره عن ايه ولا انت ضايعه خالص؟ دراسات. يا لهوي نادين، نعم. اول امتحان في امتحانات الشهر امتحان ايه؟ واحنا في الشهر ولا في الكورتر؟ يا رب، ده امتحان عربي. English؟ عربي يا نادين. عربي. انت ناسيه اصلا صح؟ الف ب ت. لا دي قديمه، دي بتاعت اولى ابتدائي، احنا دلوقتي في سنه 6. حروف الجر شقي. لا ده تانية ابتدائي. طب يا نادين، يعني خلاص فاضل ساعتين وتنامي، فلو سمحتي ابدأي مذاكرة لو سمحتي. يعني سيبي الروبلوكس دلوقتي وسيبي الكلام ده ونبتدي ايه؟ طب خلاص اخر. لا مش هنخلص اخر حاجة، نبتدي نذاكر عربي عشان انتي في العربي ايه؟ عظيمة. عظيمة. عظيمة في العربي. يلا افتحي. طب يا جماعة، نادين عندها امتحانات الشهر بتاعتها، امتحان عربي. طبعا هتقولي خلصنا امتحانات الشهر، هما بيبدأوا امتحانات الشهر متأخر شوية عشان كان عندهم امتحانات الكوارتر. فعندها بكرة عربي وبعده دراسات ولا دين؟ دراسات. اعتقد دراسات. بكرة عربي وبعده دراسات وبعده دين. فيلا يا نادين بقى، ورينا بقى ايه اللي بتاخديه. برضو افتحي الشيت بتاع الاسئله عشان خاطر تلحقي تذاكري حاجه. اما اقتلها دلوقتي جنبكم يا جماعه، عشان هي ما بتذاكرش خالص ومطلعه عيني من اول اليوم، لدرجه انها هي اللي خلتني افكر اصور فيديو اوريكم قد ايه هي عظيمه في المذاكره. واول حاجه هعملها ان انا هزغزغها عشان تركز. يلا افتحي وذاكري يلا. بناخد التعبير الكتابي. التعبير الكتابي. يا جماعه في سته ابتدائي لو انتم مش عارفين. نص سرد وصفي. ايه بقى السرد الوصفي ده؟ بيوصف السرد. بيوصف السرد. ايوه، هو موضوع عن ايه؟ مطلوب منك ايه؟ الكتب. يا نهار اسود، انا بعتذر لكم عن اي اخطاء هتشوفوها دلوقتي، لان نادين اسكتي. نادين ضايعه في العربي يا جماعه، وانا بحاول ازق فيها مش عايزه تزق خالص. نص سرد ووصفي. وصفي ده واحد صاحبنا. بجد؟ ايوه امال ايه. اكتب نص سرد وصفي تصف فيه الكتاب الاخير الذي قرأ. يلا كلمينا نادين عن اخر كتاب قريتيه بس باللغه العربيه. كان افضل كتاب قرأته. الله. قرأت اليوم كتابا جميل جدا. الله الله الله. عن سيدنا موسى عليه السلام. اوبا، ده كلام كبير قوي. ها. كان الكتاب صغيرا. عدد صفحاته 22. 22؟ ده انت عارفه محدده بالظبط. رأيت فيها صور جميلة. طب ثانيه واحده، هو انت بتقري من حاجه ولا انت بتسمعي ولا ايه؟ لا مش بقرا، بصي. مش بتقري. ماشي كملي. رأيت فيها. ايوه، انت قرأتي حاجه وبتقريها وعامله نفسك بتألفي. ماشي يا نادين ماشي. صور جميلة. احفظي كويس على ما اشوف اختك ببتعمل ايه. يا جماعه انا دخلت جوه عشان اعمل اختبار واشوف نادين هترجع تفتح اللعبه تاني ولا هتذاكر، فانا دلوقتي هخش بالراحه عليها. سيب الايباد وقولي لي فاتحه ايه. هو في ايه يا ماما؟ ايه ده؟ انتي فاتحه الدراسه لسه؟ في ايه؟ طب يا جماعه، نادين خيبت ظني الحمد لله، ودي حاجه كويسه، وطلعت شاطره جدا مش زي ما توقعت، وفضلت فاتحه برضو المذاكره بتاعتها. بس دلوقتي انا هقفشها وهي فاتحه لعبه وبتستعبط. انت سمعتيني صح؟ يا كلبه افتحي وذاكري، عندك امتحان. يلا. طب يا جماعه، عشان اطمنكم على الكتكوت اللي شاف الفيديو اللي فات، نادين اشترت كتكوت من حفله في المدرسه، وراست كان هياكله تقريبا يعني، بس الحمد لله انقذناه منه. المهم ان هو قاعد يصوصو طول الليل ما بيسكتش يعني، وشوفوا حجمه صغير قد كده بس صوته عالي جدا. فالحقيقه احنا سربناه واديناه للناس عشان ما قدرناش نستحمل، وخصوصا ان احنا مش هنعرف نهتم بيه وراست موجود، لان طبعا راست اول ما يشوف حاجه صغيره كده هياكلها ويبهدل الدنيا. فدلوقتي انا داخله النور اشوف هي بتعمل ايه،
وبتذاكر ايه وقصتها ايه وهعمل لها مفاجأة. خليكم معايا. وانتي يا نور ما عندكيش امتحانات؟ لا يا جماعة، امتحاناتي كلها في شهر 6 أو 7. ايه امتحانات 6 و7 دي؟ امتحانات ايه؟ آخر السنة. وانتي هتمتحني عربي ودين وكلام من ده؟ انت فاكرة ايه؟ تصدقني انا كنت ناسيه الموضوع ده. أيوة. وامتحان اخر السنه ده يبقى داخل في المجموع ولا ايه؟ مجموعة الأمريكان؟ لا امال لا لو نجاح سقطت. وسقوط. لو سقطت هخليني امتحن تاني في أغسطس. ولو سقطتي تاني هاخد بقى في الجامعة. يا خراشي. يعني يا جماعة في الجامعة همتحن عربي ودراسات ودين. يعني انتي تبقي طالبه جامعيه كده قد كده وبتمتحني ثانويه عامه. يا جماعه انا كنت ناسيه موضوع انها تمتحن في اغسطس ده ولا في يونيو. هي تمتحن العربي والدين وايه تاني؟ عربي دين وتربية تربيه وطنيه. دي المواد الاساسيه عندها اللي هي واخداها من الناشونال. هتمتحنهم ولازم تنجح فيهم. لو ما نجحتش يبقى انا كده هعيده تاني. طيب يا نور، ايه طموحاتك لسنه 2024؟ طموحاتي اكون لو بقى خلاص كده لو بسوق جامد جدا. تكوني بتسوقي جامد جدا ان شاء الله طبعا، لان 24 هيبقى عندها 18 وتطلع رخصه. هبقى سويه جامده. ماشي. تنجحي في العربي انجح عامه في الحياه. ادخل الجامعه اللي انا عايزاها. حلو. اخلي شعري محترم بدل ما هو اعمل كده. ناس كتير قوي قالوا لنور يا جماعه انها تعمل شعرها ليس، وطبعا لا انا قصدي اعمله كيرل يعني. بالظبط كده. يعني بصي ما اقولك ولا حاجه، اقولك الصراحه يعني. انا جايبه روزماري اويل تمام من بره مصر. مش عارفه هو مقطع ولا لا. انا مثلا جايبه قبل ما اعرف. ساعدوها لي بقى اهو. اوكي هو مستورد. هي طالباه من زمان فعلا يا جماعه. ماشي. انا مستخسره ان انا يعني اجيبه واعمل شعري ستريت على طول. فانا هعمله واحطه واخلصه ويتقل شعري يبقى حلو وجميله في الكيرلي. وبعد كده بقى ايه؟ ارميه في الزباله وابدا اعمل شعري ستريت. تبوظي كل اللي انت عملتيه. لسه مش هيبوظ قوي، هيبقى احسن من كده اكيد. يعني عايزين نحط خطه جامده جدا لسنه 24 بغض النظر عن شعرك يعني، ونحقق فيها اللي احنا عايزينه. وبالمناسبه دي غمضي عينيكي. ايه؟ غمضي عينيكي كويس. هتبوسيني؟ لا مش ده هدفي يعني. غمضي عينيكي وافتحي ايديكي عشان انا محضره لك مفاجاه. ايه؟ غمضي، ما انا هقول لك اهو. مش هبص عشان انت تضربيني بالقلم. لا اكيد مش هضربك بالقلم. افتحي ايديكي بقول لك. يلا افتحي ايديكي. تضربيني بالعصايه. والله ابدا. افتحي ايديكي. انا قافلاها. افتحيها. ايه اللي قافلاها؟ بقول لك افتحيها. قافلاها يا ستي افتحيها. مش عينيكي، افتحي ايديكي. ما تفتحيش بقك. هحط لك المفاجاه في بقك. طيب اهي. ايه؟ عروسه باربي؟ افتحي عينيكي خلاص. ايه ده؟ انا كنت عايزاها. انا عارفه ان انت كنت عايزاها وانا قلت افاجئك بيها. ايه ده؟ انا كنت لسه بقول لك عايزاها. ايه ده؟ دي بلانر يا جماعه وفيها حاجات كتير قوي ل 2024. يمكن نور تعرف تعمل خطه للسنه الجديده. انت بتستدرجيني علشان ال 24. ايه ال 24؟ السنه ال 24 انت كنت بتستدرجيني بالكلام. ايوه بالظبط، كنت بقعد اعمل انترو الحركات كده دي؟ وتشويق واثاره. ايه الحركات دي؟ ايه رايك؟ حلوه قوي. بصوا يا جماعه، دي فيها كذا حاجه بقى. نور هتفتحها وتوريها لنا دلوقتي. حلوه قوي. طب مش هتبوسيني الاول؟ استنى. طب استنى. يلا بس كده. هو في ايه؟ لا تعالي رايحه فين؟ حراميه. انت مش عندك امتحان. تعالي يا نادي، تعالي يا حبيبتي، تعالي بس في النور. تعالي بس. تعالي بس. دي هديه؟ لا دي لنور. حراميه. محدش عملت ايه؟ دي فشلت كل حاجه. انت المفروض اصلا بتذاكري ده. انت ايه اللي جابك هنا؟ اصل انا سمعتك كنت تعالي نفتحها يلا في الكاميرا. انا افتحها. ماشي نادين ممكن ترجعي تذاكري يا حبيبتي؟ لا عايزه اشوف. يا دي انا اللي جبته لنفسي. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ في مقلمه. ايوه. يا بنتي سيبيها. بتاخدي المقلمه؟ لا كل حاجتك بتاعتك. هتاخديهم بجد؟ انا عايزاهم. حرام قوي. ايه ده؟ وريني الستيكرز دي. بصوا يا جماعه، في ستيكر. انا متاكده ان في ستيكر باربي. انا شفت بطيخه. لا في باربي هنا. باربي دي تفتح. ديسك كالندر. الله. بصوا يا جماعه، ده بنحطه على الديسك وفي الايام كلها. ده الحاجات بتاعت زمان دي. الله. دي اجنده. دي مانثلي بلانر.
دي كل ماشي. شهر يا جماعه. الله بحب كده قوي. ده يا نادين لا واضح بهزر انها مبسوطه كمان. بهزر. دي تتعلق في الاوضه. نتيجه بتاعت زمان دي، كان زمان يا جماعه عندنا نتيجه كده دايما. اهي ايوه هي دي ولا كانت بتبقى تبقى ورق، نتيجه ورق وتقطعي ورقه كل يوم. بس انا مش عايزه اعلق دي بصراحه. ثانيه كده. ليه مش عايزه الاقيها ليه؟ حاساها تو ماتش يعني. بس لا. دي اللي هي الكوسترز بتاعت الكوبايه. اه حلوه. بس كده. المهم عجبتك الهديه؟ ايوه حلوه قوي. المهم نادين متضايقه. قوي. طب نادين بصي لي بقى، حافز بقى. بص ما تسرقيش الحاجه، بصي لي. لو عملتي حلو في الامتحانات بتاعه الاسبوع ده هجيب لك البلانر دي قبل السنه الجديده. اشمعنى ايام ما عملتش حاجه؟ هي عملت حاجات كتير برضه حرام. انا حسيت انها محتاجه تعمل بلان لحياتها بشكل افضل، فقلت قصدك اساعدها. ان انا حياتي بايظه؟ حقيقي ايوه. يلا يا نادين قومي ذاكري. لا بس انا عايزه اكل الاول. تاكلي ايه يا نادين؟ انت لسه واكله. جعانه. هو احنا لحقنا؟ عايزه تاكلي ايه طيب؟ هو اعمل لنفسي حاجه حلوه. حاجه ايه؟ هطبخ. لا روحي وانا بصي روحي وانا هعمل لك حاجه حلوه. يلا روحي ذاكري وانا هعمل لك حاجه حلوه مفاجاه. بجد؟ يلا. طب يا جماعه دلوقتي انا قررت احضر لنادين حاجه حلوه سريعه جدا، ووصفتها عجبتني وحبيت اقولها لكم عشان ممكن تفيدكم في اي وقت عايزين حاجه حلوه، عايزين حاجه سريعه كده. ساعات الواحد بيكريف كده حاجه حلوه وخصوصا بالليل وبعدين ياكلها ويتخن. فالمهم دلوقتي هوريكم بتتعمل ازاي. انا نسيت اصلا اقول لكم ايه هي الحاجه دي. هي كوكيز في الميكرويف، مده التحضير بتاعتها مثلا 3 دقايق كلها على بعض. مش قادره اقول لكم بقى هي سهله ازاي. معلقه سكر بني ومعلقه سكر ابيض، هنحط صفار بيضه وبعدين ننزل بالزبده ونص معلقه فانيليا وبعدين نقلب. وبعد كده نحط معلقتين مليانين من الدقيق اهي، 1 2 يكونوا مليانين قوي، 3 ونقلب نقلب لحد ما الدقيق كله يدوب. ايوه قربنا اهو. المفروض نحط تشوكلت شيبس بس انا ما عنديش، فهحط بديل النوتيلا اللي هو هيلثي اند سبريد ده، هحط منه حتت صغيره هنا بالمعلقه كده. ننزل دي مفروض انها تشوكلت شيبس يعني. في الاخر هتسيح وتبقى عامله كده برضو. وبقت كده جاهزه يا جماعه انها تدخل الميكرويف. هندخلها لمده 40 ثانيه. ودي النتيجه اهي يا جماعه بعد ما خرجت من الميكرويف، وهوريكم المنظر. طعمها خرافي. انا طبعا مش هاكل دلوقتي واطلعها لنادين، ويا رب تكون استغلت الوقت ده وذاكرت يا رب يعني. دوقي وقولي ايه رايك. سخن ولا حاجه؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ حلوه قوي. طعمها حلو؟ مستويه كويس ولا عايز تخش الميكرويف تاني؟ حلوه قوي بقى. ايه رايك؟ حلوه قوي بجد؟ يعني طبعا الميكرويف مش هتبقى زي الكوكيز العاديه بس يعني. لا هي فادجي. حلوه قوي. عجباكي؟ والله بجد اسهل حاجه في الدنيا بجد؟ يا جماعه شوفوا الوصفه واعملوها وجربوها عندكم كمان هتعجبكم قوي، وابعتوا لنا قولوا لنا ايه الاخبار. نادين خلاص جاهزه للنوم؟ ماما انا قلقانه قوي. قلقانه؟ في شويه اسئله انا مش فاهماها مش فاهماها دلوقتي؟ انت جايه دلوقتي واخدي بالك ان في اسئله مش فاهماها؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ طب ما انت لازم تنامي خلاص الوقت اتاخر. معرفش يا ماما انا غايبه جدا معرفش. بصي انت كده مش هتعرفي تستوعبي حاجه دلوقتي. انت نامي ونصحى الصبح بدري نص ساعه كده نراجع الاسئله. يلا كمليني معانا يا جماعه الصبح ونشوف نادين هتروح الامتحان وهي عامله ازاي. يلا صباح على خير. صباح الخير يا نودي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ذاكرنا شويه الصبح يعني. طب يلا سمعي لي كده الاسماء الخمسه. اب. اخ. فو. زو. ولا زا. ذو صح. زو. حم. حم ايه؟ حم. اللي هو الحما يعني صح؟ حم.
طب ربنا يسهل. يلا اتفضلي. شكرا. نجيب الدرجة النهائية النهاردة ان شاء الله. والمفاجأة معانا النهاردة يا جماعة ان نور هي اللي هتسوق بينا للمدرسة، وربنا يستر ونوصل سلام. ليه كل مرة بنوصل سلام عادي؟ كل مرة ايه بس، احنا بقالنا بتاع 4-5 ايام ما سوقناش. بصوا يا جماعة، حابة اقول لكم حاجة مهمة جدا في السواقة. قولي لنا. طول ما انت مش شايف الحاجة يبقى هي مش موجودة. يا نهار اسود. دي حاجة منيلة ب 60 نيلة. ماشي. احنا عندنا بنت هنا عندها امتحان وعايزين نحافظ عليها. ماشي. انا بصراحة قلقانة على الامتحان وقلقانة اموت. لا بعد الشر. لا محدش هيموت، مش هنموت في الخمايل اكيد. بص لما يطلع بره ممكن نبقى نموت عادي. لا ان شاء الله مفيش موت. يلا على مهلك بقى عشان في ميه في الطريق. بقول على مهلك. هو اللي ورا هيقدر ده تماما يعني. في يا جماعه حمام سباحه هنا، معرفش فيه ايه. حد ايه؟ لا دي ماسوره طبعا ضربه. على مهلك بقى، في عربيات جايه. اصبري بطئي لما العربيه دي تعدي. يلا برافو يا نور يا جماعه وصلتنا لغايه السوبر ماركت وانا هكمل. وده كان فيديو النهارده يا جماعه. لو عجبكم اعملوا سبسكرايب ونغير حل كويس للامتحان ونشوفكم الفيديو الجاي. باي.